بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم أرانب الخير. دايما بتدونا الأمل، بنحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. أبطال اليوتيوب، أبطال التليجرام، أبطال البث المباشر، ربنا يدوم منا المعروف والمحبة في الله، جزاكم الله كل خير. أهم حاجة بالنسبة لي لو عجبك الفيديو لازم تحط لايك وتشترك في القناة، لازم. فيديوهاتنا اللهم لك الحمد يا جماعه، اللهم لك الحمد بالنسبه لشغله الارنب مميزه. فلو انت استفدت من الفيديو حط لايك، ما استفدتش خلاص مفيش اي مشكله. جزاكم الله خير، بحبكم في الله. معاكم سامر خالد، مؤسس مزارع الخير. عندك يوم الاحد ده خط القاهره، النهارده الاحد احنا طالعين القاهره ان شاء الله. للحجز 010 64 61 9771. طبعا معانا الحاج حسن، الحاج حسن طبعا معانا جاي من بني سويف، جاي مواصلات يا جماعه من بني سويف عشان عايز 3 امهات وذكر. فيعني سبحانك يا رب، يعني الراجل، يعني الشباب، الراجل ما شاء الله ربنا يديله الصحه، 67 سنه. ربنا يبارك فيك يا عم حسن، وانت جيت نورتنا ونورت المنصوره. والله الله يكرمك يا عم حسن. ده مثال، يعني انا يعني هو حتى سامع واحنا جايين، هو نزل المنصوره، خدته وعديت عليه وخدته وانا جاي عشان بنطلع حاجه الناس. مثال، يعني انا مش فاهم شاب عنده لسه 20 25 سنه ولسه عايز يبدا ونايم في بيتهم ويقول لك يا شيخ سامر ابعت لي الحاجه، ومش عايز كمان يدفع نقل. يعني ايه؟ مانيش فاهم. وبيفاصل. يعني انت، انا اعمل ايه؟ احنا بنقسم النقل على الناس. خط زي ده قلنا كل واحد يدفع 200 جنيه، مفيش مشكله. انتوا 7 8 ولا حاجه ولا 6 ولا حاجه، خلاص يلا اطلعوا مع بعض النهارده، كل واحد يدفع 200 جنيه يبقى لمينا حقها وخلاص وانتهينا. فيا ريت الشباب ده. الحاج حسن رن كده يا ابني، طلع. لا والله احنا بننقي الحاج حسن ليه طبعا. مش حلو ده حاج حسن ولا هو انت بتعرف فيهم؟ بسم الله ما شاء الله. طيب يا جماعه يا ريت يعني الشباب، ده فيديو طبعا احنا هننقل على عم حسن ال3 نوتي، وهنجيب له 3 نوتي وهنراضيه. وده الدكر اهو، خلاص الدكر ده عاجبني بسم الله ما شاء الله ممتاز. طالما بيطلع يا خالد يا باشا، ولا نقول اللي طلع؟ ايوه هد كده وريني كده بس بقى يا ابني. ماشي احنا على اليوتيوب. لا ده عسل ده. شوف بقى اللي يمشي معاك يا حاج حسن من الاثنين. بس بقى يا جدع بقى يا جدع، شوف بقى اللي يمشي معاك الاثنين حلوين بسم الله ما شاء الله. اللي يمشي معاك. طيب احنا انت جيت ازاي يا حاج حسن؟ انا جاي مواصلات والله جاي مواصلات من بني سويف. خلي بالكم يا جماعه، جاي مواصلات ولا مع حاجه يشيل فيها، ولا هو اصلا عارف هيرجع ازاي، ولا هو يعني انا مانيش عارف انا اعمل ايه. يعني هو راجل جاي كده بيقول لك انا عايز ارانب، طب هنعمل ايه؟ مانيش عارف. يعني انت فاهم ازاي؟ انا هعمل معاك حاجه بقى كويسه يا حاج حسن. طبعا عمرو طالع، لو ما طلعتش معاه يعني احنا لسه نشوف هنرتب بس الدنيا. لو ما طلعتش معاه حضرتك هتركب معاه ان شاء الله، يوصلك لاقرب مكان للقاهره مثلا ولا حاجه. بس لو طلعت يبقى حظك وحش انت فاهمني. لو ما طلعتش يبقى احنا هنوصلك ان شاء الله المنصوره باذن الله، او هنا تركب نطمن على حضرتك ونجيب لك حاجتك ونشوف لك شكارتين ونعمل لك اللي انت عايزه. ده احتراما وتقديرا ليك. ليه؟ لان شايف الشاب اللي عنده 20 سنه مكسل يا جماعه، مكسل. انت عايز تعمل مشروع ونايم في بيتكم. لازم الحركه يا حاج حسن، لازم يتحرك ويحاول. ده انا ويجي يشوف ويتفرج ويشوف. انا عايز اسالك سؤال، انا عايز اسالك سؤال. انت بتشوف المزرعه هنا واحنا بنصورها على اليوتيوب صح؟ طب لما انت جيت ودخلت المزرعه مش نظرتك اختلفت؟ بتشوف حاجات طبعا بتشوف حاجه غير التصوير. غير التصوير برضو ايه. انا مركز عايز اسمع اكتر من وجه. اما انا اشوف انت جيت اشوف. ليس الخبر كالعيان. لا يمكن. ليس الخبر كالعيان. لا يمكن. صح ولا لا؟ صح اكيد. فانا مش فاهم يعني ايه الكسل، يعني ايه الكسل يا سيدي؟ تعالى مواصلات واحنا نطلعك. ما فيش مشكله. اسعى يا اخي، يا اخي اسعى يا اخي. ده انا طول النهار خلاص انا تعبت يا شيخ سامر. انا عايز 10 نوت، 15 نتايه، 20 نتايه، 30 نتايه. ماشي يا سيدي تحت امر. هتجيبهم لي فين؟ هتجيبهم لي ازاي؟ يا حبيبي انت منين؟ انا مش شرقيه، انا من اسكندريه، انا من البحيره. طب يا ابني ماشي مش مشكله، بنص الثمن. يا خبر ابيض،
ده كتير قوي. طب هات انت عربيه وتعالى وتعالى خد. مشوار بعيد عليا. طب ما هو المشوار بعيد عليا، ما انت عارف ان انا من المنصوره، بتكلمني ليه؟ عايز مني ايه طيب؟ مش فاهم. ما هي النقل ده يعني كورولوس جه من طهطة، احمد جه من اسوان، الحاج من بني سويف، وراجل ربنا يديله الصحه بس راجل شقاوي يعني. هو الحاج، انا فاهم الحاج حسن، هو طالع يوم رحله يعني، طالع يوم يتبسط، طالع يغير جو، طالع يشوف حاجات جديده، طالع يخش مزرعه ويتبسط. محدش بيعمل مع الناس كده يا حاج حسن خالص. وبسعى برضه على لقمه عيش. ايوه، ما هو المزايا كتير، حاجات كتير، الحركه جدا, جداً. بركه. طبعا. طيب نبتدي نتحرك. النتايه دي تعالى فاس، تعالى النتايه تعبانه اهي. هات الحاج حسن. انا بصراحه مسكتها وهو قال لي هنصور، فقلت له طب خلاص سيب. اتفضل يا باشا. عم الدفاس على طول. عايزها تبقى عروسه. طيب ننقل واحده كمان. انت عايز ايه؟ الذكر، اي ذكر من دول بقى ماشي. حاضر، انا هي الاثنين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. محمره خالص يا صلاه النبي، يا صلاه النبي. حلوه ده يا حاج حسن. طب ايه الارنب بيبقى كويس ازاي؟ هو الارنب بيبقى كويس ازاي؟ الودان في ايه؟ جابها؟ طب اقلبها. الودان تكون لمعه. مفيش فيها ايه؟ ما فيهاش خشونيه ولا جاره. برافو عليك. اول اختبار نجحت فيه وديها هناك وعلمها يا حبيبي، مش علمك تشتغل ازاي. وتقريبا البطن لازم تكون يعني سرحه السرحه عشان ما اشتغلتش قبل كده. زي دي الحلمات كده مش باينه. برافو عليك. هي تاني دي اهم حاجه بقى. كف رجل عارضه اهو، مش كبيره في السن، مفيش ضفر لغايه هنا كده ومعوج. في ارانب ساعات بيبقى ضفرها طويل مفيش مشكله، لكن المعوج ده بقى خلاص بقى خلصت، كبرت. عينها بتلمع، شعرها ناعم، كل حاجه فيها محمره مثلا، مفيش جرب، مفيش عرقوب. قلنا الكلام ده. شعرها ناعم كده وحلو. يا دفاس تعال. لا برافو عليك يا عم حسن، انت نجحت في الامتحان. لقح له دي كمان. يلا مالناش بركه الا هو. نجيب له كمان واحده. شوف له حته الشنشله ولا حاجه ولا. بسم الله. الحته دي عسل قوي يا حاج حسن. يا رب يكون ظهرها حلو كده. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، والله انت تستاهل كل خير يا حاج حسن. انت رايحه فين؟ الله ينور. رزقك واسع. دي بقى انت هتلقحها انت، لازم اسيب لك واحده. حلوه دي. الواحد يتصور جنبي. ايه يا ابني في ايه؟ كده بقى انت اتنين تلقحهم، لازم اسيب لك واحده. ماشي. ما شاء الله النتايه دي جميله قوي يا عم حسن. رزقك يابا. طيب هناخد الذكر بقى ان هو مفيش ولا واحد فيهم طلع على النتايه. تعال ناخد الاصفر بقى عشان يبقى ايه، خدنا الوان كتير. مش ماشي. ان شاء الله ما شاء الله يا عم حسن. يبقى الذكر والنتايه دول. ده الذكر اول. طلعوا لك بقى النتايه ده. الله اكبر. الله مش محمره سنه، لقحها لك بالمره. لا لسه داخل على التحميره لسه. ما انت لازم تتعلم بقى، تتعب معاه شويه. طيب خلاص بسم الله ما شاء الله. لا رجع ده بقى. مفيش مشكله. هو الذكر ده هو هيطلع اهو باذن الله يعني. مرضى عن الحاجه ده يا حاج حسن. اللي انت بتشوفه على اليوتيوب ده واقع ولا خيال؟ لا واقع 100%. لا والله 100%. يعني مبسوط مني جدا جدا جدا. ربنا يكرمك. طيب ويوسع عليك من جميع ابوابه. خلاص يبقى انا وقعتك كده في الكلام. وقعتك ايه في الكلام صح؟ ازاي؟ انا دلوقتي انت مرضى عن الارانب دي. الحمد لله رب العالمين. انا بقى قلقان منك. ليه؟ عشان ممكن ما تحافظش على الحاجات الحلوه دي. شوف انت جاي مشوار والشيخ سامي رجاله ونقلك حاجتك وجاب لك احسن حاجه بما يرضي. شوف الارنب بيبرق، الارنب بيلمع. الله اكبر. طيب يبقى الدور بقى عليك ايه يا عم حسن؟ طب تحافظ عليها. قول لي كده تحافظ عليها ازاي؟ لا لازم طبعا يعني. لا انت دلوقتي روحت. انا روحت. ايه يعني انت تعمل ايه يعني اما تروح مثلا؟ المفروض هي مش كيمياء بس افهم عشان نفهم الناس. هي دي لسه قدامها شويه.
يعني لا دي ممكن بكره ولا بعده لا تحمر. جاهزه. احطها. ماشي. لا انت اما تروح الله اكبر عشان النتايه دي والله يا جماعه ما شاء الله عليك. بحطهم. هي حمرت اهي، حمرت والله. خش. هي مش لقاحه حلوه. معلش يا خالد. يا باشا تحت امرك يا باشا. هاي بتهيص انت. هحط طبعا في السلكات اللي عندي. ايوه ترشها دي زنون. صنت على لتر الميه عشان الجرب. ما عندكش ارنب انت واخده في جرب. لا ما انا بقى ولا عرقوب ولا الكلام ده كله. مش مساله ادويه، وقائي يا عم حسن. ما هو الوقايه يا عم حسن. عايز انا وين يعني عندك اخده. ما علينا بس انت لازم تبقى عارف. ايوه ما هو دي. ولازم ابقى عارف شكل الجرب، ولازم ابقى عارف شكل العرقوب، ولازم ابقى عارف الارنب الكويس ازاي. دي بدايات اساسيه في اللي هيبتدي يربي. يعني واحد يطلبك يا شيخ سامر ده انا لسه شايف لك فيديو، ده انت ما شاء الله جميل قوي يا احمد اتفضل. عايز بقى تحكي له الدنيا كلها. طب ما اهو ما اقول له اقعد اسبوع تابع وتعالى لي. يزعل. بتزعل ليه يا ابني؟ ما انا لك انا مالي يا حبيبي، انا مالي يا عم يا حاج. انا دلوقتي عم حسن ده اهو، عم حسن ده عايز 3 امهات وذكر. انا مالي اعمل كل ده ليه؟ انا مش عارف اعمل الا كده، مش عارف اعمل الا كده. بيصعب عليا الناس، بيصعب عليا جية الناس. انت بتزعل مني ليه؟ ما هو انت دلوقتي بتقول لي هبعت لك فلوس على الكاش وعايز كذا. انا مالي، انا مالي. ما تاخد يا عم وتمشي. انا ما عنديش كده، ما عنديش كده. انت بقى وطرع ربنا يا سيدي مش مسألة كده. انا بحب شغلي يا عم حسن، وبتحب الحاجه اللي بحب الحاجة يصعب عليا ده يتاخد. انت شايف الارنب عامل ازاي؟ الله اكبر. 3 امهات. امال ايه؟ كل هو واحد بس اللي بيتعب؟ هو واحد اللي بيتعب؟ جايبين خالد من على صينية معمر. قاعد بصنيع ارنب زي ده وتلقح اهو قبل ورفعت وبسم الله ما شاء الله نظافه وحلاوه وجمال. خد الحاجه حافظ عليها يا ابني. وبعدين خلي بالكم برضو انا بعمل كده. انا شايف حاجات انتوا ما انتوش واخدين بالكم منها. هي مش عايزين حته مشروع الارنب فاشل. يا سيدي الارنب مش فاشل. لا مش فاشل. انت اللي كيلو الارنب دلوقتي مش لاقيينه ب 60 جنيه. مش لاقيينه، مش لاقيينه. قلنا من 2-3 اوعى تبيع ارنبك واهتم بيه عشان في رزق جاي. صح يا ام حسن؟ انت بتضحك عليا ولا بتقول لي ولا لا والله بتاخدنا على قد هواي؟ لا على فكره خلي بالك عشان تبقى عارف. انت علشان جيت للمواصلات ده لما انزل بني سويف هطلبك واجيلك. ايوه ان شاء الله. بس اجيلك بقى الاقي مولد باذن الله. الاقي دي بقى ديا وفي عيال هنا وفي عيال هنا. بإذن انا بدات بواحده زي ده شنشل. ربك لما بيريد اي ما هو ربنا اما يريد بس مفيش مشكله، وربنا عليم وعارف انت هتعمل ايه. الحاجه دي لكن هو ساب لك قال لك وكل اعماله فسيرى الله والمؤمن. صح ولا لا؟ ربنا هيشوف عملنا. فانت اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. اهتمام بالحاج. فدايما بنتكلم انا عليا دور مهم جدا بعمله، وجع قلب. شايفين يعني الحاج حسن عشان ياخد 3 نتايات وذكر اتصالات من يومين وهاجي ونعدي ناخده ونجيب مولد ونعمل مع حضرته فيديو. ده شرف لينا طبعا. الله كده شرف لينا. والله يا عم حسن. فيا ريت يا جماعه، يا ريت يعني معلش ما حدش يزعل مني. خش على اليوتيوب عندك القناه. الله اكبر، ده انتوا بتستخسروا تعملوا لايك اصلا. سبحانك يا رب. ما علينا. هل لديك اقوال اخرى؟ انا عايز اسال لو انا عندي نيتي بس ايه بلدي ينفع ادخل ذكر عليه ولا ما ينفع؟ ينفع بس ده ما يترباش على الارض. لا 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 ده سلكات. لا دخل ما فيش. هو الاصل فيها الاحسن بعد التجارب الذكر يبقى بلدي والنتايه تبقى انواع من دي. ليه؟ لان الحوض بتاع دي اكبر من النتايه البلدي، فلما تيجي تولد يبقى سهل معاها. لكن العكس ممكن يعمل تعثر ولاده بس مش مشكله، هيشتغل. يبقى الذكر يلقح. انت فاهمني ازاي؟ الذكر ده طيب ليه؟ لسه عيل ما شاء الله عليه. يبقى الذكر يلقح النتايه مفيش مشكله وتعمل هاجين. بس اوعى تلقح بقى من دي يبقى بتاع رنب بلدي يقل في الحجم لا 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 ده انا عايز بقى انا عايز سلاله عشان اكون. مش سلاله، ارنب هجين. يعني ارنب هجين بس عايز اكون مشروعي من ده واحده والغي البلد. طيب انا عايز اقول لك على حاجه بقى، حاجه هتزعلك.
مزعلك جدا. والناس مش واخده بالها منه. احنا بيموت عندنا ارانب. لا ايه، كل يوم بيموت ارانب، مفيش حاجه اسمها لا. انت بتشتغل نفسك، كل يوم بيموت ارانب. ايوه طبعا. مفيش حاجه اسمها كده يا خالد، احنا مش هنقول اي كلام. كل يوم بيموت ارانب. فهنا عندك انت هنا الارنب هنا قاعد في مكانه مستقر. هنا نقل الارنب ده بيبقى فيه مشكله. نقل الارنب ممكن ياخد لطشه برد، لا من هنا روحت بالليل عملت حاجه. فانت عندك 3 امهات، راح منك واحده ولا 2، مش مشكله. اشتغل وطلع من اللي ده شيء اساسي. بس هو يعني شوف انا بخوفك اهو، بس انت هتحافظ ان شاء الله. انت فاهمني؟ زي واحده زهقتك، واحده جالها برد، هم ما فيش حاجه بتعطس ولا اي حاجه. لا الحمد لله. اطلع لك ارانب ميته. لا مش على طول، بس هو شيء طبيعي. طب انا عايز اسالك سؤال يا خالد، انت ممكن النتايه تكون مأكلها ومشربها وتمام التمام، واروح اجلها ميته، اروح الاقيها ميته جنب عيالي، اروح واجلها ميته من غير حاجه خالص. فاحنا مش بنقول للناس ان هو يعني انت هتاخد الارانب كسرها لك عليه العوض من الله. 150 جنيه في ثانيه دلوقتي. فهمت يا حاج؟ فانا مش عايز اعمل احباط للناس، بس بفهم الناس. انت جبت 10 ارانب، راح منك 3 في 7، 7 في 7 ب49، 50 ارنب. اشتغل، ما تقعدش ده ما تموت. ما هي ده هتجيب 7 8 وحافظ عليهم. بص انا عايزك تحط حاجه في دماغك بس يا عم حسن او كل المتابعين، اشتغل بس تكون عامل اللي عليك، وبعد كده هتلاقي الخير. هتلاقي خير بالهبل. يعني انت اعمل اللي عليك بس. اللي مات اللي صح اعمل عليك، هات ارنب كويس، هات علف كويس، هات بطاريه، اعرف ازاي تربيه. كل ده عاد سهل دلوقتي، مالكش حجه. فهو يعني واحد مثلا يطلبني يا شيخ سامر ده فين انت يا ما تموت يا ابني، المشكله. فبقول للواحد ما تموت يا ابني، زعل. لا طب وانا اللي موتته؟ ما انت واخدها صحيه. انت فاهمني ازاي؟ طب ما انت واخد كام ارنبه يا ابني؟ وقال لي 15 و3 ذكوره. واحده ماتت، طب ما ال 14 دول يجيبوا لك 100 ارنب. 100 ارنب. بس انت اعمل اللي عليك. اعمل اللي عليك صح. قلبه وجعنا والله يا عم. لا ربنا مبسوط مني. انت عزيز جدا جدا علينا. طيب تحافظ على الحاجه دي بقى يا عم حسن. نورتني وشرفتني. وتحيه لاهل بني سويف وابو كريم طبعا، والناس اللي في بني سويف ناس طيبين وانا عارفهم. يعني اهل بني سويف ناس طيبين فعلا، فطرتهم طيبه. جزاكم الله خير. عايز تقول حاجه تانية يا حاج؟ لا الله خير. طيب جزاكم الله كل خير. بحبكم جدا في الله يا جماعه. يعلم الله فكره ان ننهض بصناعه الارنب، ننهض بصناعه كل بيت فيه 3 4 امهات، 10 امهات، 15 ام، والام والست تاكل وتشرب وتبيع وتجيب شجره علف. ما بقولش الناس يعمل مزارع، اشتغل يا عم اي حاجه في البيت تسند. تلبخ صح ولا لا؟ ما انت لما تروح دلوقتي هتقعد تتلبخ بيهم بدل ما تروح هنا ولا نقعد على قهوه ولا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.